انت شرفت من بره، يا اهلا يا سهلا. طالما حضرتك قلت كده وبنبره الصوت دي يبقى حاجه من اتنين، يا مصيبه حصلت يا مصيبه هتحصل. خير يا بابا يا حبيبي، ما انا كل يوم بخرج وبرجع في نفس الميعاد، اشمعنى يعني النهارده تستقبلني بالشكل ده؟ هو انت ما تعرفش مش النتيجه هتبان النهارده؟ وايه يعني ما تبان؟ هي هتبان النهارده؟ يا نهار ازرق، وانا زي ما حدش يقول انا كنت مخطط ان انا هسافر قبلها بيومين. ابن خالتك السنة اللي قبل اللي فاتت جاب 99%، وبنت خالتك طلعت الثانية على الجمهورية السنة اللي فاتت. خلاص حافظ انا كده. انا نفسي اعرف يا جماعة ليه المقارنة بس يعني؟ طيب ما انا طالع الاول على المصارعة في الشارع بتاعنا كله، ده حتى جون سينا عامل لي فولو وانا ما اتكلمتش عادي يعني. اهم حاجة التعليم يا ابني، مصارعة ايه وكلام فاضي ايه؟ بيبيع ايه جون سينا ده؟ وما تنساش ان ابن عمك السنة اللي قبل اللي فاتت شرف ابوه طلع الاول وشرف العيلة كلها. لا حول ولا قوة الا بالله. يا بابا ابن عمي ده في اولى ابتدائي، وبعدين هم مش بيمتحنوا اصلا عشان كده بياخدوا الدرجات كلها كاملة، ده في 9 طلعوا الاول. مش مهم، بس المهم ان هو طلع الاول، مش زيك برضه. زي يا بابا، هي النتيجة لسه بانت حتى. بقول لكم ايه، انا نازل تاني. امسك عندك اقعد اتحرك اوفر، قفل كل ما داخل خارج البيت وكل ما نور، اوعى حد يتحرك. تنزل فين يا استاذ؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ لا صراحة بس مش هتحرك خطوة من هنا ابدا. انتوا ماسكين مجرم ولا ايه؟ ايوه يا راكب، عاوز يبقالك ساعتين بترن عليا. ازيك يا استاذ شعبان؟ انا كنت بتصل بس عليك بسال على عتيشه الواد يوسف ابنك، ظهرت ولا لسه؟ عشان عاوزين ناكل حلاوه نجاح يعني. قول انك عاوز تاكل حلاوه واخلص يا راجل. امال ايه، ونشرب سجع كمان. اتفضل يلا اديني رقم الجلوس بتاعك عشان اول لما النتيجه تظهر اجيبها لك. ما حضرتك اخدته مني يا بابا من قبل ما امتحن اصلا عشان اليوم اللي هتظهر فيه النتيجه. افتكرت صحيح خلاص. طب يلا اتفضل ادخل على اوضتك وما تخرجش منها نهائي لحد ما انا اقول لك او لحد لما النتيجه تظهر. هي كده قربت تبان خلاص. انا مكلم 17 واحد في الكنترول و35 سايبر، اول لما تظهر هيقولوا لي على طول. دي لو نتيجتي في الانتخابات مش هتكلم ده كله. ربنا يستر بقى ونجيب مجموع حلو عشان ما نتفضحش. انا سمعت سيره فضيحه، يا ترى فضيحه ايه؟ لا يا بابا، ده انا بقول لنفسي نصيحه، بكلم نفسي. واد يا يوسف قول لي انت نفسك تدخل كليه ايه؟ وقعنا في الفخ ده اكيد كمين. طبعا لو قلت له اي حاجه يا بابا مش هتفرق. الفكره دي خالص. انا هدخل طب يا بابا ان شاء الله. اوعى اسمعك تقول الكلمه دي تاني. حرام ولا ايه؟ انت هتدخل كليه الشرطه. انا مفهم الناس كلها كده. انا اصلا مسميني قائد يوسف الانصاري جاتا مصر. كده انا اطمنت عليك يا حظابط. شرطه ايه يا بابا اللي عاوز ندخلها؟ ده انا بخاف العب بمسدس الكباسين. يلا شرطه. واد يا يوسف اصحى يا ابني. في ايه يا ماما بتصحيني ليه دلوقتي؟ انا عاوز انام. قوم، عيلة ابوك كلها بره وعاوزين يشوفوك. ايه؟ عيلة ابويا كلها بره؟ في ايه، انتوا عندكم فرح النهارده ولا ايه؟ لا دول جايين يفرحوا فيك، قصدي علشان يفرحوا بالنتيجة بتاعتك. الله، ده هيبقى يوم زي الفل النهارده. حاضر وانا خارج لهم يا ماما. ولا كبرت يا يوسف يا حبيب جدي وهشوفك ظابط قد الدنيا. مش زي ابوك الخيبان ده اللي يجيب لي في الثانويه العامه 51%. 51%؟ ده وانا قدك يا استاذ كنت جايب في الثانويه العامه 90 وما رضيتش ادخل طب بمزاجي. انا كنت اقصد 90 درجه، انت اللي فهمت 90%. ماشي. يوسف يا ابن اخويا، انا كان عندي مشكله يعني كده وعاوزك تحلها لي. اتفضل يا عم. للاسف المرور حجز على عربيه التيم شوكي بتاعتي وكان نفسي تخلص لي الموضوع ده. هو انت شايفني ماسك مديريه الامن يا عم؟ النتيجه لسه ما بانتش اصلا، يعني ممكن ما ادخلش شرطه من اساسه. ايه؟ بقول ممكن. ايه صوت الزغاريد ده جاي من عندنا جوه؟ دي مرات خالك يا يوسف جايه تعمل معاك الواجب كده وتفرح لك. بصراحه يعني اخويا واخد اعدام وعشمان فيك تخرجه. مرتضى منصور انا، وبعدين مرات خالي اللي انا ما شفتهاش قبل كده ولا مره واحده جايه تشوف نتيجتي انا. لا دي حلوت قوي. ومرات عمك كمان يا يوسف قالت لازم تيجي، وعمك مصلح جارنا ومراته والخمسه اولاده قاعدين جوه. وانا كمان يا استاذ يوسف قاعد جوه مستنيك من بدري، عاوزين نعرف بقى النتيجه بتاعتك ظهرت ولا لسه، عاوزين نفرح فيك. ليه كل الفضايح دي؟ هي بلاش، هي بقى اشمعنى نتيجتي انا يعني اللي كل جاي نشوفها؟ وبصراحه كده بقى انا مش ضامن انجح. يلا بقى. مش ايه؟
دي اخر حاجة كنت اتوقعها منك. انت عارف جدات اللي بيسقط في عيلتنا بنعمل فيه ايه؟ انا كنت اقصد انا مش ضامن انجح في اختبارات الشرطة اهو، لكن المدرسة ده انا هجيب تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. كده طمنتني. حد يشيل الجثة. الا تنسيق كلية الشرطة من كام؟ هما نزلوا في الجورنال النهارده تنسيق كلية الشرطة في كل المحافظات، بيقول لك هي بتكون ما بين 60 ل 70%، بس لو يوسف جاب اقل من 95% هقتله. ايه ده؟ بس النتيجة بانت. يوسف شعبان المجموع. ايه يا ابني ما تكمل، مش تقول النتيجة وتطمنا؟ الموبايل ضاع مش عارف راح فين من امبارح، بدور عليه مش لاقيه. استنى انا هجيبها لك. ايه ده؟ انت موزع رقم فلوس يا بابا؟ طيب ها قولوا لي جاب كام؟ طمنوني. انا بقول بلاش علشان ما يجيلكوش صدمه. جاب 51% واربع ملاحق. وراسه بقى. طيب انا بقول نسيبهم كده مع بعض يصفوا حساباتهم. يلا بينا. يلا بينا. قول لي بقى، ينفع تفضحني قدام العيله كلها كده؟ وانا مالي يا بابا، مش حضرتك اللي جايبهم؟ طب وكل الناس اللي انا عرفتهم انك هتدخل كليه الشرطه فضلوا يجيبوا في سائع ويدوني في فلوس علشان لما تنجح وتدخل كليه الشرطه تخلص لهم كل المصالح اللي هم عاوزينهم، اعمل فيهم ايه؟ اكيد مش هم دول. بص اضرب برجلي قفله. لا عارف اللي هو ده. حاسس ربطه بحبل او ما عامل كده بروح واقع. بص اقول لك ممكن اقع في الارض. استنى والنبي. حافظ ولا مش حافظ؟